السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف هنا وألف خير يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما ننساش يا حبايب قلبنا ندعي لإخواتنا في فلسطين، ربنا ينصرهم يا رب كده عاجلا غير آجلا، وارحموا بيهم وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين. يا رب ترحموا بيهم وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين يا رب العالمين، وجمعا بركة عليكم وعلينا آمين يا رب العالمين. ان شاء الله باذن الله يا حبيب قلبي، النهارده تاني فيديو للفراخ بتاعتنا. انا كنت مصوراها معاكم امبارح اول ما جبتها، فما كنتش لسه فرشت لها بقى ولا طلعتها، كنت يعني مصوراها معاكم هما لسه في الكراتين، كنت لسه يعني جايباها. فالنهارده بقى قلت اما هعمل معاكم فيديو بقى كده تاني يوم بعد ما فرشنا لهم اهو. حطيت لهم شكاير كده في ارضيه البوكس بعد ما انا رشات وجير بقى كده ونضفت. انتوا عارفين بقى له فتره اصلا ما كانش فيه طيور ولا كده، فكان اصلا نضيف وكنت فاتحاه على طول متعقم، كان زي العسل. بس رشيت شويه جير كده على الماشي كده تحت الفرشه، وحطيت لهم شكرتين، وحطيت شويه قش مدروس كده كانوا عندي، على ما ان شاء الله باذن الله كده هشوف هجيب لهم اللي هتفرش تحتهم. فالنهارده بقى تاني يوم، زي ما انا قلت لكم انا ما حطيت لهمش امبارح في الاستقبال ميه بسكر ولا اي حاجه لان الجو حر وكده. فحطيت لهم الاستقبال اللي انا جايباه، اللي هو اللي كانت جايبه كيس بودره وازازه كده. حطيت لهم زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. دي حطيت لهم نص معلقه من البودره، وعم بخلصوها بحط لهم غطاي من الدواء، هو زي استقبال كده. ماشي يا حبايبي. واللمبه الموفره هي حطها لهم كده يا حبايب قلبي برضه، لان انتوا عارفين الجو الحر دوت، يعني ما ينفعش بقى اصلا سرج نور على اولى، بس عشان يعرفوا ياكلوا ويشربوا بالليل. طول النهار ببقى قافلاها، وزي ما قلت لكم فيه السلك اللي انتوا شايفينه فوق دي بجيب لهم نور يعني، فبياكلوا طول النهار كده في نور ربنا. بس بالليل الوقت يعني انا بصور لكم بالليل كده، بحط لهم لمبه يشوفوا ياكلوا ويشربوا فيها بالليل. هما كده كانني حبايب قلبي، لانني عشان بصور وكده هما واخدين جنبي كده في البوكس. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، عسل عسل عسل. ربنا يبارك لنا ولكم يا رب ان شاء الله باذن الله، وتعملنا منهم كده وجعلها دورة الخير يا رب ان شاء الله باذن الله. اول حاجه يا حبيبه قلبي في نجاح اي دوره طيور معاكي هم الثمان ايام او العشر ايام الاولانيين. ربنا سترها في العشر ايام الاولانيين وحضنتهم تحضينها كويسه وحلوه، بسم الله ما شاء الله عليكي. بتستريح بقى طول الدوره بقى. هم اهم حاجه التحضير، زي ما انا قايله لكم في الفيديوهات كلها اللي بصورها معاكم، اهم حاجه في الطيور، في اي انواع طيور بقى، التحضينه الاولانيه اول ما بيجوا معاكي كده، الجو المناسب، التدفئة المناسبة أو التهوية المناسبة في نفس الوقت برضو. وكل العوامل ديت بتخلي الفرخ معاك التحضينة بتاعته مظبوطة، وبيطلع معاك مظبوط طول الدورة وما بتعبكش خالص. فزي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، العلب بتاعهم تركيز 23% اهوت. حطه لهم انا حاطه لهم في وعيتين كده، حشت العلافات يعني. العلافة ما ينفعش في اول اسبوع، لان بتبقى الفراخ معاكي لسه بتاخد على على الاكل وكده. فانتوا عارفين العلافات بتبقى متحكمه شويه، وبتبقى ما هياش زي دي كده، دي كده بتعلمهم الاكل في الاول. والميه بقى بتاعتهم زي ما انا قلت لكم كده لغايه ما نخلص ان شاء الله باذن الله الاستقبال اللي انا كنت جايباه. يبقى الميه بتاعتهم بقى بالاستقبال اهوت بالعلف بتاعهم، الفرشه تحتهم نظيفه، التهويه بتاعتهم جميله ومظبوطه كده في اليومين الحر ده هم. وبتعملي اللي عليك وبتسيبي الباقي على ربنا. زي ما انت شايفه كده بسم الله ما شاء الله، الفراخ فايقه ورايقه. ليه بقى؟ لان الجو يعني موفره لهم الجو اللي هو ما يبقاش حار. فاتحه لهم السلك طول النهار، البوكس ذات نفسه مغطيه عشان الشمس برضو ما تسخنوش وكده. فيعني العوامل دي كلها بتأثر على الفرخ معاك. فبسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، ربنا يبارك لنا ولكم يا رب ان شاء الله باذن الله. انتوا عارفين ان الفراخ اللي هي البلد المشعر دي يا حبايبي، هي دي بنبقى نجيبها يعني لغرض البيض وكده. ومن ناحية تانية برضو بسم الله ما شاء الله بتبقى عندك في البيت، بيبقى طعمها زي السكر وزي العسل. عايزة تبيعي منها برضو بتبيعي كده بسم الله ما شاء الله، برضو بتبقى ماسكة سعر حلو الفراخ البلدي. ومن ناحية تانية بتبقى في البيض انتاج بيض ممتاز ممتاز، بسم الله ما شاء الله. وهي يعني بتستحمل معاكي عوامل الحر وعوامل الشتاء وكل حاجة. الفراخ البلدي بتبقى يعني بسم الله ما شاء الله بتستحمل يعني وكده. فأهم حاجة في الفراخ أو في أي تربية طول الوقت، الجو لازم تظبطيه وتهيئ لهم الجو. وبالنسبة للمية
الميه دي يا حبايب قلبي برضه قدامهم ما تسخنش خالص، تبقى ساقعه كده ما تسخنش. يعني انا وانا بحط لهم ديت النهارده كنت ماليه نص الازازه ميه ساقعه ومكملها ميه عاديه، بحيث ان الميه بتاعتهم تبقى ساقعه وحلوه كده يشربوا ما تبقاش سخنه. وان طلعت في اي وقت ولقيت الميه دفت قدامهم او سخنت ترميها فورا وتحط غيرها برضه تكون ساقعه، وكنا ميه حطها في التلاجة برضه وتزوديها. ليه؟ لان الميه السخنه في الجو دهوت ممكن تجيب لهم اسهالات ويتعبوا منك، والفرخ بتاعك يعني ايه لا قدر الله يروح منك ولا حاجه. فدايما على طول الميه قدامهم ما تسخنش، تغيرها اول باول اول باول كده اهوت، وعلى طول تحط لهم ميه من التلاجة وتزودها بميه بقى. يعني مثلا هتحط السقايه يبقى نصها ميه ساقعه والنص التاني تزوديه من الحنفيه عادي مش مشكله، بس اهم حاجه الميه ما تبقاش سخنه قدامهم. ربنا يبارك لنا ولكم يا رب كده وتعمنا منهم يا رب ان شاء الله باذن الله. انا كده بصور لكم يا حبايب قلبي بالليل. زي ما انتوا عارفين بقى بسم الله ما شاء الله ما جبناهم امبارح بقى. قلت لكم على الاسعار. البلد المشعر الواحد ب8 جنيه، والقب الابيض كتكوت الابيض كان ب22 جنيه حبايبي امبارح. على فكره انا مش هغطي لهم بقى حته السلك دي برضه، هفضل يعني انا حطيت لهم اللمبه بالليل يشوفوا ياكلوا ويشربوا، بس مش هغطي السلك برضه لان ايه الجو برضه يعني هو بالليل بيبقى حلو عن بالنهار وكله، بس انتوا عارفين البوكس متحبك وكده فدي تجيب لهم نسمه هوا كده. انتوا عارفين الفراخ البيضاء ملهاش روح من ناحيه برضه، والتهويه لهم حلو. هنفضل بقى ماشيين ان شاء الله باذن الله على العلف دي حبايب قلبي كده لغايه ما يبقى عندهم 25 يوم 20 يوم، مش هنغيره خالص الوقت خالص، لان تركيز 23% دي كل الفيتامينات فيه وكل الكالسيوم فيه وكل حاجه، يعني هو اللي بأسس الفرخ معاكي. النعاف دي هو اللي بأسس الفرخ معاكي. فان شاء الله باذن الله كده هيفضل معانا لغايه ما يبقى عندهم 20 يوم 25 يوم كده، نشوف بقى نبقى نغير لهم ان شاء الله باذن الله. وبرضه هسيب العلافات دي قدامهم كده اللي هي المفتوحه دهيت، بحيث ان هم لما ياخدوا على الاكل كده ان شاء الله نحط لهم بقى ايه العلافات بتاعتي. فدي كان يوم معاكم النهارده حبايب قلبي، دي تاني فيديو، انتظروا بقى مني ان شاء الله باذن الله فيديو كل يوم كده. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، هوريهم لكم اهم برضه عسل 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 اهو. بسم الله ربنا يبارك لنا ولكم يا رب. بس انا عشان بصوروا كده هم ايه خايفين واخدين جنب كده في البوكس، بس هما بسم الله ما شاء الله طول النهار كده زي العسل ورايحين جايين كده في البوكس زي العسل. ربنا يبارك لنا ولكم يا رب. فرخ البلدي بيبقى صغنن كده وحلو، بس بيبقى حرش وزي العسل. هما مالين اهو الحصوه بتاعتهم واكلين وشاربين اهوت. فدي تاني فيديو النهارده بقى وتاني يوم لهم معانا. ربنا يبارك لنا ولكم يا رب ان شاء الله باذن الله وتعمنا منهم. انتظروا مني بقى كل يوم فيديو ان شاء الله باذن الله كده عم نطلع الدوره دي مع بعض على خير زي ما انا معوداكم. بنبتدي من اول يوم نجيب في اي دوره طيور لحد ما بننتهي الدوره مع بعض. يلا حبايب قلبي تصبحوا على خير، وما تنسوش بقى الاشتراك في القناه عشان يوصل لكم كل جديد. ربنا يبارك لي فيكم يا رب ان شاء الله باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.